اللي صعب موجود في ابو ظبي، ولكن مش عشان عرض ازياء ولا عشان يطلق عطر جديد. شو السالفة؟ لأن البراند ماله على هذا العقار. بس ليش مطور عقاري يبني برج باسمه؟ أنا حسين سالم، المدير التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري، واليوم أطلقنا ذا إليساب ووتر فرونت بروجكت بإمارة أبو ظبي. هذا المشروع هو برج أيقوني جديد مستوحى تصميمه من أمواج المحيط، مكانه في جزيرة الريم، يعني على واجهة بحرية. مساحات الشقق فيه من غرفة إلى 3 غرف نوم، وبنت هاوس واحد بس، قيمته 50 مليون درهم تقريبا. بس شو اللي يخليهم يتعاونون في مشروع مثل هذا؟ طبعا لحتى تكون متميز، وهيدي من أهم الأمور اللي أوهانا بتركز عليها هي التميز، إنك تطرح مشاريع جديدة بأفكار جديدة بتعاون جديد مع براندات عالمية. اللي صعب عندك كولكشن خاص بالديكور والأثاث والإكسسوارات المنزلية، فالتشطيب الداخلي لهذا البرج بيكون من عندهم. نتوقع أنه يخلص هذا المشروع في الربع الأول من 2027. أعتقد أن المطور استغل فرصة عقارية في سوق أبو ظبي، لأن هذا البرج هو أول برج براندد في جزيرة الريم، والثاني في أبو ظبي كلها.